إذا كنت تشاهد فيديوهاتنا لأول مرة، فلا تنسى الضغط على زر الاشتراك والتفعيل للجرس، وشكرا. مانشستر سيتي يعلن رسميا عن ضم جفارديول. أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل رسمي عن ضم الكرواتي جوسكو جفارديول قادما من صفوف لايبزيغ الألماني. ونشر سيتي اليوم السبت مقطع فيديو لمدربه الأسباني غوارديولا وهو يدون اسم جفارديول على سبورة مغردا مرحبا جوسكو. وذكر سيتي بموقعه على الإنترنت أنه استكمل التعاقد مع المدافع البالغ عمره 21 عاما ل5 سنوات ليصبح ثاني صفقات الفريق هذا الصيف بعد ضم مواطنه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش من تشيلسي. وكان بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي قد أعلن أمس الجمعة أن الكرواتي جوسكو جفارديول يجري الفحوصات الطبية في مانشستر. وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي: جفارديول إنه يقوم بالفحص الطبي، الجميع يعرف أنه هنا، نأمل أن نتمكن من إنهاء الصفقة في الساعات أو الأيام القادمة. وكان جفارديول أحد أبرز مطالب غوارديولا في الأسابيع الفائتة لنظر تألقه في كأس العالم في قطر وفي الدوري الألماني مع لايبزيغ. وبحسب العديد من التقارير الإعلامية فإن قيمة انتقال صاحب 22 عاما ستتجاوز 9 مليون يورو. تشيلسي يضم الحارس الأسباني سانشيز. نجحت إدارة تشيلسي في تعزيز صفوف الفريق الأول بمركز حراسة المرمى بعد ضم الأسباني روبرت سانشيز. وأعلن تشيلسي الإنجليزي في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم السبت: نادي تشيلسي يكمل انتقال الحارس روبرت سانشيز من صفوف برايتون. ويمتد عقد الحارس الدولي الأسباني ل7 سنوات ليكمل مسيرته اللافتة في الملاعب الإنجليزية والتي بدأت في 2018. وقدم سانشيز 25 عاما أداء مميزا مع برايتون في الموسم الفائت، وهو ما جعل العديد من الأندية تهتم في الحصول على خدماته. ويعتبر سانشيز معوضا مثاليا للسنغالي منادي المنتقل هذا الصيف إلى الأهلي السعودي. تشيلسي يعلن ضم اللاعب ديساسي. جاء في الحساب الرسمي لنادي تشيلسي عبر الإنترنت أن اللاعب ديساسي قد وقع على عقد انضمامه إلى الفريق. ويملك المدافع القادم من موناكو تجربة مميزة مع الفريق الفرنسي، كما مثل منتخب فرنسا في 4 مباريات دولية. ويحاول نادي تشيلسي الاستعداد بالطريقة الأفضل للموسم الجديد بعد النتائج المخيبة في الموسم المنصرم، وقد استعان بخدمات ديساسي بسبب إمكانياته الجيدة. وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن الصفقة التي ستمتد حتى 2029 كلفت إدارة البلوز قرابة 45 مليون يورو. إذا كنت تشاهد فيديوهاتنا لأول مرة، فلا تنسى الضغط على زر الاشتراك والتفعيل للجرس، وشكرا.